اهلا بيكم في مراجعة جديدة. لو انت من الناس اللي يومها ما بيكملش من غير كورة وبتصحى وتنام على اخبار الماتشات، فالفيديو ده معمول علشانك مخصوص. النهاردة هنراجع واحد من اقوى واسرع تطبيقات المتابعة الرياضية في العالم. تطبيق تقريبا ما فيش تليفون مشجع كورة حقيقي ممكن يخلو منه. تطبيق سوفا سكور. ركز معايا في المراجعة عشان هقولك على اسرار وتركات في الابليكيشن ده غالبا انت بتعدي عليها ومش واخد بالك منها. ما تنساش لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل المراجعات الجديدة اول باول. وخليني اقولك في الاول ايه هو تطبيق سوفا سكور كده على السريع. بص يا سيدي، الابليكيشن ده مش مجرد موقع بيجيب لك اهداف وخلاص. ده عبارة عن غرفة عمليات رياضية في جيبك. اولا الابليكيشن مساحته خفيفة جدا 37 ميجا بايت. محمله اكتر من 100 مليون مستخدم حول العالم. بيغطي بقى كل البطولات اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش، من كأس العالم، دوري الأبطال أوروبا، لحد دوري الدرجة التانية في أقاصي الأرض. وتعالوا نعد مع بعض مميزات التطبيق. أولا وأول وأهم وأقوى ميزة فيه، التطبيق ده أسرع من التلفزيون والراديو كمان. يعني تخيل إنك ممكن تلاقي تليفونك فايبريشن بإشعار في جيبك بيقولك جول قبل ما الكورة تدخل الشبكة على شاشة البث الحي اللي انت بتتفرج عليها بكام ثانية. كمان طول ما الماتش شغال الابليكيشن بيحدث تقييمات كل لاعب من 10 يديله كام، بناء على احصائيات حقيقية بقى، التمريرات، قطع الكورة، التسديدات، مش بالحب يعني ولا بالهبد. كمان عنده تغطية كاملة للألعاب التانية، مش شغال على الكورة بس، هو في تنس، سلة، كل الرياضات اللي تحبها هتلاقيها متواجدة هنا بالتفاصيل. لو فاكر بقى ان سوفا سكور للماتشات وبس، تبقى فايتك نص المتعة اللي موجودة في التطبيق ده. وركز بقى معايا في التريكات اللي جاية دي عشان هعرفك كل التفاصيل عنه. اولا، لما تفتح اي ماتش شغال لايف هتلاقي رسم بياني باللون الاخضر والازرق بيتحرك فوق وتحت. الرسم ده هيقولك مين اللي ضاغط، ومين مستحوذ في الدقيقة دي، ومين اللي بيدافع. يعني لو انت مش قادر تتفرج على الماتش، الرسم ده هيخليك تخمن الجون جاي لمين في انهي لحظة. التركة التانية الجامدة اوي في التطبيق ده، انك تقدر تدخل على بروفايل اي لاعب بعد الماتش وتشوف خريطة الحرارة بتاعته، ودي بتعرفك بالتفصيل هو كان بيجري فين في الملعب. هل كان ملتزم بمركزه، ولا كان بيباصي ورا، ولا كان مكسر الدنيا في 18. تالت تريك هقولك عليها الانتقالات والقيمة السوقية. من غير ما تروح لمواقع تانية معقدة، الابليكيشن هيجيب لك لحد عندك القيمة السوقية للاعب وتطورها عبر السنين. يعني هيقول لك تاريخ اللاعب ايه، وكمان اصاباته بالتفاصيل. رابع تريك هقولك عليها صوت الجون المخصص في التطبيق ده. تقدر من الاعدادات تغير صوت الاشعار لما فريقك المفضل يجيب جون عشان تفرح معاه، وصوت تاني كمان لما يدخل فيه جون عشان تلحق تقفل التليفون قبل ما حد يتريق عليك ويضايقك. وتعالوا مع بعض نقيم أداء التطبيق ده. أولا، بالنسبة للسلاسة والسرعة، فأنا أقدر أديله بمنتهى الصراحة والأريحية 9.5 من 10. الابليكيشن سريع جدا، ما بيعملش لاج حتى لو ضغط الماتش عالي يوم السبت. بالنسبة للواجهة والاستخدام، 9 من 10، لأنه مريح للعين، بيدعم الوضع الداكن الدارك مود، وبيدعمه بشكل ممتاز جدا. اللغة العربية فيه ممتازة جدا ومترجمة صح. لكن هقولك على العيب البسيط اللي هيواجهك مع التطبيق ده، ان الاعلانات ساعات بتزيد شوية في النسخة المجانية، بس صراحة هي مش مزعجة لدرجة انك تقفل الابليكيشن او تستغنى عنه. ممكن تلغيها باشتراك بسيط لو حابب تروق بقى على نفسك وتريح دماغك من الاعلانات. لكن في النهاية اقدر اقولك ان سوفا سكور مش مجرد تطبيق، ده صديقك الصدوق لكل واحد بيفهم كرة وعايز يتابع الاحصائيات والارقام، يحس بقى ان هو محلل قاعد في استوديو تحليلي. لو لسه ما نزلتش التطبيق، انا هسيب لك الرابط بتاع التطبيق في صندوق الوصف،
وشاركوني بقى في التعليقات وردوا عليا على السؤال ده. ايه اكتر ميزة بتعجبكم في سوفا سكور؟ ولو جربتوه اكتبولي هل فعلا بيحرق عليكم الاهداف قبل ما تشوفوها في التلفزيون زي ما بيحصل مع ناس تانية كتبوا كده في تعليقاتهم وتجاربهم. مستنية رأيكم وتجاربكم وتعليقاتكم وحسبتها تحت الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستنوني في فيديو جديد.